تم القبض على هذا الكائن بفضل الله عز وجل ثم وزارة الداخلية. لسه أصحاب الواقعة التانية الأصعب منها لسه ما تمش التعرف عليهم، لسه مجهولين. كل اللي بطلبه من حضراتكم سواء كنتم بتحبوا الحيوانات أو ما بتحبوش الحيوانات إن أنتوا توقفوا الظلم، تشاركوا إن أنتوا توقفوا الظلم. كل اللي بنطلب بيه قانون قوي يمنع هؤلاء الأشخاص، هؤلاء الكائنات اللي عايشة وسطنا من أذية مخلوقات أضعف مننا. ما أعتقدش إن واحد فينا هيحب إن ابنه يطلع قاسي على مخلوق أضعف منه، لان فيما بعد القسوه دي هتوصل لحضرتك كولي امر. التوعيه، التوعيه ثم التوعيه ثم التوعيه. المحتوى اللي هتشوفوه دلوقتي يدل على ان مفيش في مجتمعنا توعيه. كل اللي بطلبه من حضراتكم ان احنا نطالب اولا بقانون قوي يوقف الناس ديت عن اللي هي بتعمله، يخلي الناس دي تفهم ويخلي اولياء امورهم يفهموا ان اللي هيعمل حاجه بخصوص حيوانات او هيضر حيوان ضعيف اضعف منه هيلاقي عقاب الدنيا غير عقاب الاخره. زمان كان في توعيه عن طريق التلفزيون، زمان كان في اعلانات بتوعي الناس على الاقل على البلهارسيا وكلكم عارفينها كويس. النهارده مفيش توعيه لا للبلهارسيا ولا للحيوانات.